عمي ابو محمد، شو حلمك انت بحياتك؟ حلمي بهالحياة الواحد يعيش بأمان واطمئنان والبلد. امني من موضوع البلد، ان شاء الله تصير البلد. بدي انت شو حابب تعمل بحياتك؟ شو الشغله بتتمناها؟ بتمنى أزور النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. معك جواز سفر؟ معي جواز سفر بس جاهز؟ خاصة مدته والله. يعني انت اذا انا قلت لك بدي اخذك على العمره ان شاء الله باذن رب العالمين، نعم تقدر تجدده؟ نجدد إن شاء الله باذن رب العالمين. رح نروح انا وياك هلا على المكتب وباذن رب العالمين رح تروح على العمره. الله يوفقك. الله جاهز؟ الله يكثر. جاهز حبيبي. فينا نتركها هون؟ إيه؟ نتركها هون بسطة؟ إيه؟ في حدا تأمن فيه؟ بأمن. تعال انا بصب عندك قهوه يلا لك الله حي عمي محمد لو سمحت. تمام؟ يعطيك الف عافيه وهي ضلت معك. ما شاء الله. بكره ان شاء الله وان شاء الله بنشوفك بالعمره ب 28 الشهر باذن رب العالمين. والله يطول بعمرك. لك الله يقويك يا عم، يعطيك العافيه. ميسر الله علينا عمي ابو محمد. مع السلامه. روق ابو محمد. اي حدا حابب يسجل برحله العمره هي فالعنوان كالاتي: اول شيء بحماه ساحه العاصي، دخله نقابه الاطباء جانب الدكتور غزوان مرعي، مكتب أسنة السياحي. وعلى فكره عندهم كل المعاملات وكل القصص الخاصه بالفيز سواء باوروبا او حتى بالدول العربيه والعمره. السلام عليكم.